السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الناجتس بطريقة سهلة ومضمونة مليون في المية. هنشوف المقادير مع بعض. ده نص كيلو فراخ مغسولة ومنقوعة في محلول الملح اللي هو مية وملح وسكر، ومقطعاها كده قطع. دول 3 بطاطسات متوسطين بيميلوا لانهم صغيرين شوية. معلقتين دقيق، ملح، فلفل، بهارات، بابريكا، حبهان بودر، ورق لورا بودر، كاري، ومعلقة كبيرة بيكنج بودر، وبيضة. هنمسك الفراخ. هنمسكها نحطها في الكبة ونطحنها طحنة كويسة لحد ما نخليها ناعمة. وتكوني هرسة البطاطس حسب حريتك الشخصية. لو الكبة بتاعتك كويسة يعني قوتها كويسة، قطعيها بس وحطيها، انما لو الكبة مش قد كده اهرسيها بالهراسة افضل لك. انا بوريكم البيضة، كنت نسيت ان انا احطها. ضربت الفراخ، هنزل عليها بقى بباقي المكونات. البطاطس، المقادير دي يا جماعة اقتصادية جدا. نص كيلو فراخ هيعمل كمية كويسة، تقدري تحطيه في سندوتشات. لو حسبتي التكلفة بتاعتها هتلاقيها أرخص من الجبنة الرومي والجبن اللي موجودة في السوق. هننزل بالبطاطس والتوابل والبيكنج باودر والبيضة. الدقيق هنسيبه بعد ما نطحنها، علشان خاطر نشوف نسبة السوائل اللي فيها قد ايه، عشان نحاول نعادل الموضوع. هنضرب الكلام ده كله في الخلاط في الكبة، وهمسكيها كده تلاقيها بتلزق. حطي معلقتين دقيق. معلقتين الدقيق دول هيشربوا السوائل الزايدة اللي فيها، وهيخلوها معاكي مظبوطة تقدري تتحكمي فيها. اهي عجينة حلوة كويسة. هتاخديها تحطيها في التلاجة في حدود ساعة، او في الفريزر نص ساعة. وطلعي قطعة قطعة كده عشان ما تسيبش منك قوي، وسيبي الباقي في التلاجة. ادهني ايدك زيت وكوريها. تحاوليش تعملي اكتر من كده، لانك لو حاولتي تعملي بالاشكال والقطاعات والكلام ده كله، العجينة لينة جدا، مش هتساعدك. حتى لو حطيتيها بين كيسين مش هتساعدك. يعني انا جربت كتير وحاولت، بس لقيت دي انسب طريقة ليها. لان العجينة زي ما قلت لكم طرية جدا، بس في نفس الوقت حلوة جدا جدا، واقرب ما تكون، يمكن اطعم كمان من الجاهزة. هتكوري المقدار كله، والطبقين دول طبق فيه ملح وفلفل وبيض ولبن، والطبق التاني فيه بقسماط عادي، والكريسبي اللي من عند العطار الاصفر ده، ومعلقتين نشا. هنقلب الحاجات دي كلها مع بعض وهنشوف هنعمل ايه. بس بعد ما نكورها كلها، وبعد ما نكورها هنحطها برضو في التلاجة ترتاح ساعة كمان، وبعدين تحطيها يا اما تحطيها في الفريزر نص ساعة. اهي كورتها. ده النص كيلو عمل كمية كويسة ولسه كمان. هنقلب بقى الكريسبي على البقسماط على النشا. بس انا هنا لقيت الكريسبي قليل، فهحط شوية كمان. بتجيبوه يا جماعة من عند العطار بيكون خشن. لا، انتي اضربيه في المطحنة شوية، نعيميه شوية، عشان لو سبتيه كده بيبقى قاسي كده وبيتعب السنان، مش هيبقى حلو مع الولاد يعني. انما ما تديله طحنة كده هتلاقيه مظبوط. هناخد بقى كرات الناجتس وهنحطها في الدقيق الاول. هنجيب طبق فيه دقيق لوحده، نحطها في الدقيق، نعفرها في الدقيق، وبطرف صوابعك كده بططيها عشان تقدري تشكليها. مش هتقدري تشكليها الا بالشكل ده، بالراحة كده بطرف صوابعك او بايدك تبططيها، وبعدين تنزلي بيها في البيض واللبن، وبعدين بعديها في خليط البقسماط والكريسبي ده. صفيها كويس من البيض واللبن، وبعدين حطيها بقى في الخليط ده. في حتة بياض بيض معكساني نزلت مني تاني اهي. صفيها بقى، حطيها على الشوك عشان تتصفى، وبعدين انزلي بيها في الخليط ده. هنعمل واحدة كمان في الدقيق. عفريها الاول في الدقيق عشان تقدري تمسكيها وتبقى متماسكة معاكي، وبططيها بقى تبطيطة مش تخينة قوي ومش رقيقة. يعني السمك بتاعها يعني يبقى في حدود نص سنتي كده، مش اكتر من كده، لان هي البيكنج باودر والبيضة اللي محطوطة فيها هيعلوها، ما تخليهاش السمك بتاعها اكتر من كده.
نص سنتي او اقل كمان من نص سنتي. هعمل كذا واحدة كده اهو، والاخر اعمل بخليط الكريسبي والبقسماط، الدقيق وبعدين البيض واللبن وبعدين الكريسبي. متهيألي سهلة جدا يا جماعة، اسهل طريقة للناجتس. تشتريهاش بقى من بره، اللي بره الله اعلم مفروم فيها ايه، وفي نفس الوقت المواد الحافظة خطر جدا على الولاد. احنا نعمل لهم اللي هم عاوزينه، وفي نفس الوقت بتكاليف اقل جدا. نص كيلو الفراخ، الفراخ دلوقتي ب80 جنيه، نص كيلو الفراخ هيعمل 40 جنيه. بقول لكم مش مش هيجي مش هيجي قد نص كيلو جبنة، مش هيكمل كمان. وفي نفس الوقت حاجة مضمونة، وهتقعد معاكي كام يوم، يعني هتعملي منها كذا يوم للمدرسة. اهو بقى حطي في البقسماط كده، وبعدين تقومي حطاها بقى في علب وتشيليها في الفريزر، وتحمري بقى منها بالطلب. يعني انا حطيتها في علبتين 3 اهو، المقدار اهو على حسب العدد اللي انت طبعا عارفاه هتحطيه قد ايه في الساندوتش. وبعدين عشان ما تفضليش تفك التجميد وترجعيها تاني، انا حطيت كل علبة فيها العدد اللي انا محتاجاه. اهو حمرتها، جميلة جدا، هشة جدا من جوه. طعمها حلو قوي، عجبت الولاد وعجبت الكبار كمان. بصوا، في منتهى الجمال، مش مكتومة ولا اي حاجة. التسوية بتاعتها حلوة ومظبوطة. بصوا لونها، الكريسبي ده اداها لون حلو. جربوها واعملوا لولادكم كل حاجة في البيت. مش هتندموا لو جربتوا المقادير بتاعتي، مقادير مظبوطة 100%، ونتيجة ناجحة جدا. لو عجبتكم الحلقة ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب.